السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن رؤية الدم في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة. اللايك يا جماعة، مش طالبة منكم غير اللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. تمام يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن رؤية الدم. رؤية الدم يا جماعة خروج الهم والمشاكل في المنام. الدم ما بيفسدش الرؤى، لا ده خروج هم ومشاكل. يعني لو واحد عنده مشكلة او عنده دين او بمر بضيقة مادية وشاف ان جسمه خارج من جسمه دم، يعرف على طول ان شاء الله بإذن الله ان زوال الهم او الدين ده هينسد او المشكلة هتنحل بإذن الله. تمام يا جماعة؟ طيب لو شفت ان حد بيضربك ونزلت دم، ده خير جايلك، لان الضرب للمضروب خير. يا بل نزل دم، ده ميراث او رزق جايلك او فلوس عايدة عليك. تمام، والله اعلى واعلم. طيب رؤية لو شاف ان الدم نازل من بقه من اللثة او من بقه، ده ان اعرف ان دون قطع صلة رحم، لان السنان دلع على الاقارب او صلة الرحم. فلو لقيت لسه نازل منها دم، اعرف على طول ان انت قاطع صلة رحم حد، فياريت ان انت توده وتصالحه. والله اعلى واعلم. تمام يا جماعة؟ طب رؤية دم الحائض، لو واحدة شايفت نفسها ان عليها دم الحائض، ان شاء الله يكون جوزك هيسافر في سفر عايز يسافره، يبقى هيسافر، لان ده انقطاع عنك وعن زوجك، او لا قدر الله انفصال، هيحصل فيه طلاق لا قدر الله، لان بعد عن جوزك او البعد عن من العلاقة ان انت متزوجة يعني. والله اعلى واعلم. تمام يا جماعة؟ ده رؤية الدم في المنام، خروج الدم، زوال الهم او كرب او ضيقة مادية. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشرفني ويشترك.